السلام عليكم، اللهم صل وسلم على محمد. صحينا من النوم نشوف تويتر، تعاقدات ما تعاقدات. طلع المفاوض أو المسؤول عن تعاقدات نادي النصر يكاسر في العقود وينقص ويزود ويستهبل ويبعد ويشيل ويحط، وكم بند يضيفه وكم بند يزيله، واستثمار ما استثمار، إلين اللاعب طار ودور غيره خلاص. تكاسر اللاعب على بالك شريطي في معارض، خلاص اللاعب محدد مبلغ أو حدد الوكيل مبلغ، خلاص عطى وخلص. لا، يكاسر المفاوض لمصلحة ما أدري مين. الفريق ما راح يجهز إلا بعد المعسكر قبل المعسكر بكم يوم وكم ساعة تعاقد النصر مع كم لاعب، أتوقع ذلك. ما في شيء، ما في تعاقدات، حبة ما في مهاجم، ما في حارس. اللاعب المحلي ما يسوى قرش، ما يسوى شيء، هلا ما يسواها. ما عنده أي شيء إيجابي في الملعب. ما عندهم إيجابيات، كلهم سلبيات. ما عندك أي لاعب يستحق أنه يكون أساسي العام القادم. حتى المحترف الظهير جابوا فيه العيد، خلوه زيهم. شاف الوضع عادي، صار سبهلله، نحتاج ظهير بعد الحين. يلا، فريق مرة سيء، ما عندهم أي احتراف ولا أي استثمار. المفاوض على الرئيس، على الصندوق، حتى الصندوق ما يثق فيهم، ما في عنده أي ثقة شكله فيهم صندوق الاستثمار. دام اللاعب راضي والوكيل راضي والعقد أو المبلغ معروف، ليه تكاسر؟ سوي الكاسر يا أبو الشباب، حدر عنك. استغل الفرصة. صندوق الاستثمار هو اللي متكلف بالصفقات العالمية، وحط مبلغ. إذا ما كمل المبلغ أو ما قدر صندوق الاستثمار يوفي المبلغ كامل، عندك الرمز إسعاف أولي، عندك كم عضو ذهبي، خليه يدعم الصفقة ويكملها. ما صار شيء، ما في شيء يعقدك ما عندك رمز، الله يخلي لكم. يلا، وش ورانا؟ كومبارس للموسم الخامس أو الرابع. الرمز يأخذها في الخامس أو الرابع، يحاول يقاتل إلى أن يصبح رمز للنادي.